السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس جديد وهو الرفع. بنجيب الرفع منين؟ من قائمة سيرفي هنا اللي هي التالتة. بعدين عندي بوينت سيرفي اللي هي أول واحدة كده، جاب لي قائمة الرفع. الحاجة اللي هي عندي دي، ده بفعل الوضع المائل. ازاي؟ يعني أنا كده من غير الوضع المائل ده لازم أظبط مية 100%. طب لو فعلت الوضع المائل، لا، لو أنا مش ظابط مية هيديني النقطة ايه بالظبط. تمام. ايه انواع الرفع؟ عندنا في الرفع 4 انواع، وبجيبهم منين وتفاصيلهم ايه. عندي هنا اول واحده توبو بوينت. التوبو بوينت ديت رفع، بس ما بيحفظش على طول. بيجيب لي قايمه ان انا لو عايز اعدل الكود، عايز اعدل الاسم، عايز اعدل اي حاجه. نجربها مع بعض. يعني مثلا توبو بوينت ارصد هنا، جاب لي هنا القايمه يعني النيم لو انا عايز اعدله، الكود، ارتفاع الروفر او كده بس. وبعدين اقول له اوكي. طب دي بقى هتاخد وقت. طب انا عايز حاجه اسرع من كده. الكويك بوينت اللي هي التالتة، بعمل ايه؟ ساعة ما برصد بضغط على زرار الرصد، خلاص هو بيرصد تلقائي، يعني زي كده. ده الكويك بوينت. عندنا برضو الجي ان اس اس، دي رصد ثوابت ارتكل. نشوفها ازاي. يعني انا مثلا عايز اعمل ثابتة في المكان ده، فباجي الغي وضع المائل، لازم أنا الغيه، وبعدين ارصد. هو كده بيفضل ياخد رصادات وبيفصل، وبعدين يرجع يربط تاني، وبعدين بيطلع لي تقرير بقى في السكيل فاكتور وفي كل حاجة. طبعا الوقت ده انا اللي بحدده، يعني انت بتحدده زي ما انت عايز. هو دلوقتي فصل اهو، هيرجع يعمل كونكت تاني. بس لازم ده كله اكون ظابط ميه، لازم نكون ظابطين ميه. ودلوقتي بياخد رصادات فوق اهو. بس كده. دلوقتي هو طلع لي الثابته اهو، لو انا عايز اعدل في اسمها او الكود بتاعها، وجات لي الثابته. طب تمام، اقول له اوكي. جالي هنا سيرفي كنترول بوينتس ريبورت، بيقول لي ان احنا عملنا لك ريبورت، انت عايز تشوفه ولا لا؟ اقول له اه ماشي عايز اشوفه. اقول له اوكي. ظهر لي هنا بروجكت نيم والوقت والتايم، كل حاجه ظهرت لي هنا، كل حاجه، حتى الرصيدات اللي هو رصدها والمتوسط بتاعها. بس خلاص انا معايا التقرير اهوت لو انا محتاجه. بس يبقى ديت ايه؟ رصد الثوابت. عندنا الحاجه الرابعه والاخيره اللي هي الاوتو ريكورد. بدخل عليها الاوتو ريكورد دوت، بحدد له مسافه معينه، كل ما بيمشيها هو بيرصد لوحده، او بحدد له وقت معين، كل مثلا 3 ثواني هيرصد لوحده. ازاي؟ هنيجي على علامه الترس اللي هي علامه الاعدادات ديت، ندخل عليها. عندي هنا ريكوردنج مود. ريكوردنج مود ده اللي بحدد فيه هيرصد بالوقت ولا هيرصد بالمسافه. زي هنا ريكورد باي تايم ولا ريكورد باي ديستانس، فانا هحدد له بالمسافه. هنا المسافه اللي انا بحط له، اللي عايز يرصد عليها كل، يعني أنا مثلا عايزه يرصد كل 5 متر، هحط له هنا 5، كل 2 هحط له هنا كل 2، وليكن مثلا هحط له ان هو يرصد كل متر، وريكورد باي ديستانس. بس خلاص تمام اوكي. باجي بعمل ايه؟ باجي انا عايز اشغل الاوتو ريكورد. بعمل ايه؟ ارصد هنا، هيجي لي ديت مره واحده بس بتظهر لي، عشان لو عايز اعدل في الكود او النيم او كده. اقول له تمام اوكي. بس هو بدات مسافه المتر تظهر قدام، يعني انا لو مشيت متر اهو هيرفع لوحده، وهكذا. طب انا عايز اوقف وبعدين ابقى ارجع تاني بوزين. طب عايز اكمل ستارت، عايز، طب خلاص انا خلصت اقول له ستوب.
ريكورد باي تايم. ريكورد باي تايم ديت هيعد لي ثواني، هيعد ثواني ويرصد. يعني مثلا اوكي، كل ثانية هيرصد لوحده. بالظبط كده. يبقى احنا عندنا اربع انواع الرفع. توبو بوينت اللي هي الرفع برفع بس بيجيب لي قائمة للتعديل. جي ان اس اس ديت لرصد ثوابت الار تي كي. كويك بوينت بيرصد على طول من غير ما يجيب لي قائمة. اوتو ريكورد بيرصد لي على مسافات معينة او وقت معين. نتقابل في درس جديد ان شاء الله.